اكثر الزحمه يعني، هو ايام العيد تقريبا هي الايام الاكثر تقريبا بالزحمه. حابب أشارك معاكم أكثر مشكلة كنت بعاني منها، المشكلة والحل معاها كمان. اللي هي أنا كنت ما بحب قراءة الكتب، يعني دي الحاجة الوحيدة اللي أنا كنت ما بتفق معاها خالص، لكن لقيت لها حل. 4 حلول. حاول إن تقرأ عن الأشياء التي تبحث السعادة، ده من أهم شيء. لابد تقرأ حاجة لازم تبعث لك السعادة يعني. ثانيا أقرأ كتب قصيرة. يا إخواننا دي أنا من المشاكل اللي كنت بقع فيها، يعني بختار الأحجام الكبيرة من الكتب يعني، فتجنب الأحجام، بس ركز في الكتب البسيطة في البداية يعني. اقرأ في مجال تحبه، يعني لازم إخواننا تقرأ في مجال بتحبه، يعني في ناس ممكن بتحب الروايات، في ناس بتحب القصص، فلازم تركز في الحاجة اللي انت بتحبها عشان تقراها وانت بتكون مستمتع. رابعا واخيرا والاخير، وطبعا ده من اهمهم، اهم من الاهم، حدد هدفك من القراءة. طبعا اخوانا انا كان زمان بقرا اي كتاب، بس لا، العكس، لازم تحدد الهدف من القراءة، يعني ده شيء بيفيدك. وطبعا اخواننا يعني دي معلومات بسيطة جدا يعني، وانا الحمد لله فادتني، واتمنى كمان تفيدكم ان شاء الله حتى 1%، فشكرا كمان. مش عارف كان نفسي اظبط ده ولا مش عارف، حلق لك لله 55 مش ليش 55,000 سواء. فأنا اعتقد كان عاوز شفت دي كان 6 جنبه يكون أصفر، جنبه هنا يكون أخضر، فممكن يكون الميز، فممكن يصير عارف. أكيد واحد كان تقريبا من المتابعين قال لي شاهدت الفيديو بتاعك، شاهد فيديوهاتي يعني قريبة، هو بتلافي وتصور، فممكن تلقى بعض ممكن المتابعين يعني يخطروا معاك. هارت ديسك تقريبا من اشهر ممكن عارف احساس يوم الوقفه، يعني احساس براوي، انت تشعر بشعور جيد يعني تقريبا. فاليوم اخر يوم لرمضان، فنحن تقريبا نكون الحق الحمد لله. واحد مش قادر يا اخي، مش قادر يستوعب نفسه يعني، ندور على جزمتنا المفضله يعني، كنا نشتريها الموسم الجاي الساعه 1 الا. فنحن انا بحاول اشوف حته كده زي صلاه العيد بتكون مثلا، احنا عندنا في الاحياء الصلاه كله بتكون في الجوامع يعني، فانا اشوف حته ميدان لانه ليه عشان انت تقدر تصور وتقدر تتمتع، فبكون احلى من تصل بس في الجامع والبيت والجيران وحاجه زي كده يعني. الجيران فلوق العيد حيكون كمان فلوق براوي يعني، انا حمشي كمان اصور لكم يوم العيد وكمان اشوفوا ليله العيد يعني. اول يوم في العيد تقريبا حيكون الناس كلهم متزحموا والحدائق ليله، عند الناس بتاخذ اجازات. عاوز اخذ كوتش اليوم الشركه دي خلاص يعني، يوم نحن فنش ثاني اللي يكون تمر بكون ريدي بيكتشر في حته هنا تقريبا فينش.
زرناه بس تقريبا ما كنا مسافرين، زيارة كانت زيارة مفاجئة شوية. ما استطاع يوصل، حسيت محتاجين على المترو. فأنا تقريبا نحترق على ما أظن أن إحنا بنختم هنا. ودي تكون الختام لأنه هسه تقريبا الساعة خاشه في الساعة 1 وحاجة يعني. فانتظرونا كمان الفلوج الجاي يوم العيد. يعني مستحيل الواحد تقدر تتحكم. لازم يا أخي صار لازم أنا أغير حاجة يعني يوم. فواحد يقول لك يا أخي أعمل لنا فلوج يومي، لكن يومي ما بكون من الصعب. بس أنا أحاول أشوف يعني إن شاء الله كده، إن شاء الله كده يكون يعني دي الختام يعني. فكده يكون النايس.